مشاهدينا ننتقل بكم إلى معرفة أحوال الطقس والوضعية الجوية مع الزميلة كهينة كجيد. صباح الخير كهينة. صباح الخير صابرينا، صباح الخير مشاهدي قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم إلى موعد أحوال الطقس. وبعد أسبوع شتوي بامتياز وأمطار على السواحل والثلوج بالمرتفعات ودرجات حرارة منخفضة، يعود الضغط الجوي المرتفع ليسيطر على حوض البحر الأبيض المتوسط. إذا نمر نشوفوا الوضعية الجوية لظهيرة اليوم. إذا ضغط جوي مرتفع يسيطر على حوض البحر الأبيض المتوسط، سماء من سافية إلى مغشاة جزئيا بمدن الشريط الساحلي الغربية الوسطى حتى الشرقية سوف تكون دون فعالية، ويعود هذا إلى الضغط الجوي المرتفع. نفس الوضعية الجوية اتجاه المناطق الداخلية الشرقية، تبقى الأجواء مستقرة بالمناطق الجنوبية مع بعض السحب العابرة على شمال الصحراء بني عباس، الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، الجنوب الشرقي، ومرتفعات الهوغار والتاسيلي اتجاه أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة لظهيرة اليوم 16 درجة بالعاصمة، 20 درجة على وهران، راح ترتفع على السواحل الغربية، 17 درجة بعنابة، 14 درجة على تبسة، 21 درجة على ورقلة وغرداية بالبيض، 15 درجة، 23 درجة على بني عباس، 28 درجة بتندوف وعين صالح، حتى على تمن راست، على جانيت 26 درجة، 24 درجة على الجنوب الشرقي. الدرجة الدنيا لظهيرة اليوم 13 درجة بسطيف، والقصوى 37 درجة، وهذا بأقصى الجنوب الجزائري. نمر إلى الملاحة وأحوال البحر. إذا لظهيرة اليوم البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب. إذا على السواحل الوسطى حتى الغربية سوف يكون مضطرب إلى هائج بالسواحل الشرقية، وتصل سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الغد الاثنين. يبقى الضغط الجوي إذا المرتفع يسيطر على حوض البحر الأبيض المتوسط، والأجواء تبقى مستقرة بعد تلاشي ضباب الصبيحة والسحب السفلى. سماء من سافية إلى مغشاة جزئيا بالسواحل الغربية الوسطى حتى الشرقية، وتبقى الأجواء مستقرة اتجاه المناطق الداخلية الشرقية. أجواء مستقرة بالمناطق الجنوبية بعد السحب العابرة على شمال الصحراء، ورقلة، بني عباس، الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، مرتفعات الهوغار والتاسيلي وأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة إذا لظهيرة الغد الاثنين في حدود 18 درجة بعنابة، 17 درجة بالعاصمة، 20 درجة على وهران، راح ترتفع 16 درجة على تبسة، 27 درجة على ورقلة، 25 درجة على غرداية، على البيض 16 درجة، 26 درجة على بني عباس، 30 درجة على الجنوب الغربي، على تندوف 31 درجة، بعين صالح وأضرار 28 درجة على جانيت، وتامن راست الدرجة الدنيا 14 درجة على سطيف، والدرجة القصوى 38 درجة بعين قزام راح ترتفع. نمر نشوفوا الملاحة وأحوال البحر لنهار الغد الاثنين. يبقى البحر مضطرب اتجاه السواحل الشرقية والوسطى، نعم، تصل سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة، قليل الاضطراب بالسواحل الغربية، ولن تتعدى سرعة الرياح 15 كيلومتر في الساعة. كان هذا كل ما يهم الوضعية الجوية لنهار اليوم وصبيحة الغد. نعود إلى صابرينا ولاستكمال بقية الأخبار. شكرا لك كهينة. إذا مشاهدينا أخبارنا لا تزال متواصلة بعد الفاصل.